هل هناك أحد يصدق أن دولة في العالم الثالث مثل ليبيا كانت قادرة على تحدي أكبر دولة في العالم؟ إنها مسرحية. تو ممكن حد يقول والله إحنا اللي نهاجم في أمريكا، وإحنا اللي سخبنا عداوة أمريكا، وليش القذافي ما صادق أمريكا وماله ومال أمريكا، ماله هي اللي جتنا. منو اللي جاء؟ من اللي شو إحنا مشينا لسواح على أمريكا، شوشنا عليهم، درنا خرق جوي للجوال الأمريكية، هددناهم بأساطيلنا بطائراتنا، هم اللي جونا هنا وشوشوا علينا ويخترقوا في الجوال بتاعنا ويهددوا في سيادتنا. من عام 72 و73 و74 و75 و76 و77 لعند 80، وهي قائمة بهذا الاستفزاز وهذا الاختراق والتجسس ومعرفة وين الرادارات الليبية، وين منصات الصواريخ الليبية، وين القواعد الليبية، قاعدة الملاحة كيف داروا فيها الليبيين، شنو الأشياء اللي احنا كنا فيها كيف داروا لها، وين موجودة، قاعدة الوطية شو عملوا فيها الليبيين، تاجورة شو عملوا فيها الليبيين، اسطاميلات شو عملوا فيها الليبيين، وراحوا الكل يستطلعوا ويشوفوا شو عملنا من طائرات جديدة، من مطارات جديدة، من موانئ جديدة، من صواريخ، من رادارات، باستمرار. يعني خلال هذيك من عام 72 إلى غاية عام 80، وهم يجمعوا في المعلومات بكل الوسائل الجوية والبحرية أمام كل هذه الاستفزازات اللي بدأت من عام 72 إلى عام 86. اضطرينا لتحديد خط وقلنا هذا خط الموت، اللي فوته يموت، هذا هو المياه الإقليمية الليبية. شوف تهرب قدامها تواجهها، سواء كانت أمريكا ولا المريخ. سلم المتهمين للمحاكمة في الخارج دون أي شروط. قال المحاكمة في أمريكا وبريطانيا. احنا رفضنا نقدم أولادنا لأمريكا وبريطانيا، واللي تساءلوا ليش في النهاية وصلنا إلى هذا؟ ما حملناها من الأول. لا، من الأول كان مطلوب أن عبد الباسط وحيمة يجب أن يتم تسليمهم لأمريكا ولبريطانيا للمحاكمة. يعني الخصم هو القاضي، وبدي الصراع بينه وبينه بهذا الشكل، سلموا لا ما نسلموش، سلموا ما نسلموش. قال إذن يا مجلس الأمن، طب ما في مجلس أمن، يعني فرضوا عليه هم، قالوا اصدر قرارات ضد ليبيا كذا كذا كذا، حظر جوي، حظر سلاح، عقوبات، غيرها الحاجات هذه كلها اللي تسمحوا بها، لأن ليبيا لم تسلم الشخصين لأمريكا أو بريطانيا. بعدين جاء مانديلا تدخل في العملية، هو بندر، وقالوا احنا بنحلوا المشكلة بينكم وبين أمريكا. قلنا تفضلوا، حتى احنا والله ما نش راغبين في ان تكون مشكلة بيننا وبين قوة كبرى مثل هذه، نكونوا مجانين احنا لما نبدأ نبحث عن عداوة مع قوة كبرى، وكانت مجنونة هي أمريكا. قالوا احنا نبغوا نعملوا المحاكمة وتنتهي القصة. قلنا كويس حاضر. قلنا لهم شو تبغوا انتم يا ليبيين؟ قلنا احنا محاكمة علشانكم، زين نقبل اولادنا يطلعوا من ليبيا علشانكم انتم بكفالتكم وبالشروط كذا 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 كذا، ولكن يحاكموا في بلد محايد، لا هو امريكا لا هو بريطانيا. هو سبب تعطيل القضية كلها هو هذا، انهم يطالبوا بتسليم لامريكا او بريطانيا. اصلي بعد مشيت امريكا وبريطانيا لمجلس الامن، وقالوا له اصدر قرار بان امريكا وبريطانيا تقبل المحاكمة في بلد ثالث محايد، وتنازلت عن قرارها الاول، مطلبها الاول، وهو المحاكمة في امريكا او في بريطانيا. خلاص هذا انتصار. قلنا زين يلا ما دام قبلوا ببلد ثالث مثل ما قلنا، تفضل. جاي مانديلا وجا بندر وداروا الترتيبات، ودرنا شروط على المحكمة، ان المحكمة تكون من اسكتلندا، ومحكمة من 4 قضاة، ومحكمة بدون المحلفين. بعد أن اعترف بالجريمة أمام مجلس الأمن. هم طبعا لابسين من الكربي، عنز ولا طارت زي ما قلت، ان ليبيا عملتها، وليبيا لعند الآن ما زالت تقول هذه قضية هي انتهت، ولكن ما عملهاش عبد الباسط ولا أي ليبيا. ولا عند الآن القضاة 2 استقالوا طبعا، اللي حكموا على عبد الباسط استقالوا، لأن قالوا فرض علينا الحكم، فرض، قالوا لازم على الأقل واحد من الليبيين يدان. الحين كان متهم رقم 1 طلع بريء، ما عرفوش كيف ما يجوش يثبت عليه شيء. قالوا خلاص ما جيبوا لنا عبد الباسط. قالوا عبد الباسط سافر من ليبيا عليه عجل إلى مالطا بجواز سفر كودي، ورجع في الحين، وبعدها تفجر في الطائرة في اليوم الثاني والثالث. إذن هو مذنب، إذن هو مذنب. ما قالوا هذا إرهابي مجرم قتل 270 أمريكاني وإنجليزي.
والدليل على ذلك ان هام الشهود شافوه وهو حط القنبله في الطائره ابدا. قالوا لم يثبت من وضع القنبله في الطائره، ولم يثبت من وضع هذه القنبله في الحقيبه والحقيبه في الطائره، مش موجود، مش لعند الان. قالوا ما ناش عارفين منهم. امال كيف تحكموا؟ قالوا ان عبد الباسط مشى لي مالطا يوم كذا بجواز سفر كودي ورجع. يعني اذا كان مشى لي مالطا ورجع خلاص يبدو لي جميع الحوادث اللي جت بعد ذلك معناها لو طاحت 100 طائره في اليوم الثاني قالوا عملها عبد الباسط، وما قالوا قتل لك مباشره، قالوا therefore he is guilty، يعني هو مذنب. من يتحدث عن السيادة وقد دفع قرابة 3 مليارات دولار كتعويض للأجنبي. قالوا يا ليبيين احنا ما لناش علاقة بالتعويض. الحكومة الأمريكية راهو التعويض يخص ضحايا لوكوربي، تفاهموا انتم وصل الضحايا، اي شيء تتفقوا انتم وياهم الحكومة الأمريكية مش هتعارضه، وهذا تبدل جديد في الموقف الأمريكي وفتح باب آخر لحل المشكلة حقيقة. بعد كل هذا الصراع كله بينه وبين امريكا، خير ان امريكا قالت زين احنا ليش نتصارع وليش بس كده ونقعد ديما نتصارعوا عليه الكربي، يلا نفتحوا باب التفاهم. شنو؟ قالوا والله انتم يا ليبيين عدوا تفاهموا انتم وصلوا الضحايا نتاع الكربي، هذه عائلات عدوا تفاهموا انتم وياها، إذا كان اتفقتوا خلاص الحكومه الامريكيه ما عادش عندها مشكله معكم. من هنا مشي محامي ليبي وقال بقى يعني نمثل الجانب الليبي بشكل غير رسمي، وجاء لأسر الضحايا ومحامي، جاء إلى محامي أسر الضحايا. قالوا لهم الأمريكان ما زالوا يتكلموا مش الحكومة، لا أسر الضحايا والمحامي بتاعهم. قالوا إذا كان يا ليبيين ما تبوش تحلوا معنا احنا حنمشي لمحكمة واشنطن وحتحكم ب20 مليون أو حتى بمليار لكل واحد، حتدفع لنا الحكومة الأمريكية هذا المبلغ، وبعدين الحكومة الأمريكية تطالب ليبيا ولو تحجز على النفط تمشي لمجلس الأمن تصدر قرار. وهذا فعلا في أمريكا هذا عادي. ولية عمرها 64 عام تدخن في دخان تصنع فيه شركة أمريكية معينة مذكور اسم الشركة موجودة في الملفات. الولية هذه أصيبت بالسرطان في الرئة نتيجة تدخين الدخان بتاع الشركة، رفعت قضية في الشركة، حكمتها المحكمة بمليار تدفعه الشركة لهذه الولية لأنه أصيبت في أمريكا يحكموا بمليار مليارين حتى مليارات، هذا عادي. والشركة غصبا عنها دفعت مليار لهذه الولية. هاي موجودة في ونماذج أخرى زيها موجودة في هذا الملف. أمريكا دايرة قانون لأنها قوة كبرى، قال قانون الدولة الفلانية والفلانية والفلانية ما عندناش حصانة بالنسبة لأمريكا، نقدر نحاكموها ونقدر نصدر ضد أحكام، وإذا ما طبقت الأحكام احنا نمشي لمجلس الأمن أو من كيفنا نحجز على أموالها امتلاكاتها، وتقدر تعمل هذا بسهولة. الليبيين قالوا هذا المحامي الليبي قال احنا نمشوا إذا ما تفهمناش معناها القضية تمشي لمحكمة واشنطن، وهذه المحكمة مش عارفين تحكم بكم، قد تحكم بأكثر من هذا المبلغ. المحامي الليبي قال لهم اسمعوا احنا لا محكمة واشنطن ولا نيويورك، احنا بنتفاهم احنا وياكم بالتي هي احسن. قالوا شنو؟ قال لهم احنا علينا عقوبات مفروضة من ما يسمى بالأمم المتحدة، هذا رقم واحد. رقم اثنين علينا عقوبات ومقاطعة من أمريكا ثنائية من أيام كارتر. رقم ثلاثة أمريكا واضعة ليبيا في قائمة اسمها قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهذا مترتب عليه حاجات أخرى خطيرة. قال لهم أنا هال10 ملايين ما بنعطيها لكم أنتم مباشرة، ليس التعويض لضحايا الكربي إطلاقا. ما شنو؟ قال لهم شراء إخراج ليبيا من هالقائمة ومن هالقائمة ومن هالقائمة. المحامي الليبي قال أنا نبي نشري ليبيا من هذه القوائم السوداء الثلاث، مقابلها بندفع كذا ندفع كذا ندفع كذا في 60 داهية، ما يهمش المليارين ولا غيره، معيش تعويض ولا حاجة بمقابل. يجب أن نفرق بين ملفين تفريقا كبيرا. الأول ملف لوكوربي من حيث مسؤولية الدولة الليبية، والثاني ملف المسار الجنائي الفردي للقضية. كل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في شأن لوكوربي قرارات باطلة بحكم محكمة العدالة الدولية، لكن ليش مشت؟ هذا التطاول اللي موجود، هذا الظلم اللي موجود، هذا الخلل اللي موجود في العالم الآن. ما تقولوش ليش حصلت، هذا الواقع. ليش هم أقوياء عشان يخالفوا حكم محكمة العدالة الدولية؟